مازلة رياضية جديدة تثير الجدل في الملاعب المغاربية. في مشهد غريب وغير مقبول في عالم الرياضة، أقدم عناصر المنتخب الجزائري على تصرف مثير للجدل خلال إحدى المباريات التي أقيمت بالمغرب، حيث قام بعض اللاعبين بتغطية شعار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الموجود على كراسي الاحتياط داخل الملعب. هذا التصرف أثار موجة من الغضب والاستنكار بين الجماهير المغربية والعربية، الذين رأوا فيه تصرفاً لا يمت للروح الرياضية ولا لقيم الاحترام المتبادل بين الشعوب بأي صلة. الرياضة كانت ولا تزال وسيلة للتقريب بين الشعوب، لكن مثل هذه التصرفات تعيدنا خطوات إلى الوراء وتفتح المجال أمام الفتنة بدل التنافس الشريف.